يلا تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض عيش العدس الجميل بطريقه جميله جدا وسريعه. العيش الكايزر زي ما انتم شايفين، تعملوه سندوتشات لاولادكم الصبح. اكل صحي ومفيد ومغذي ورافع القيمه الغذائيه ولو كارب، دي اهم حاجه. جربوه وتابعوه وشوفوه بيتعمل ازاي. يلا بينا. بوله اهي، وجبت فيها 3 معالق حليب. هحط عليهم الملح والكمون، وخلي بالكم من حتى باكنج باودر وذره كربونات. دي نسيت اقول لكم عليها، الباكنج باودر وذره الكربوناتو. الكمون والملح قلنا عليه. هنقلب الحاجات دي كويس جدا جدا كده مع بعض، وبعدين هنبدا نضيف البيض ونضربهم كويس قوي قوي مع بعض. واللي عايز يحط كمان معلقه زيت يحط. لو هتعملي في مقلايه على النار حطي معلقه زيت، لكن انا هعمله في الميكروويف سريع سريع. يتعمل في الميكروويف او الفرن، بفضل الميكروويف عشان ايه سريع. انا ضربتهم اهو كويس جدا اهو. هبدأ بقى احط كده العدس عندي، وبرضه هقلبهم تقليب كويس لغاية ما يتكون عندي عجينة. لازم تحطوا كمون ما تنسوش عشان دي بقوليات. انا كل مرة هعمل معاكم العيش الصحي بطريقة جديدة عشان خاطر يبقى عندكم كل الطرق المتوفر عندك في البيت تعمليه. ده كده انا بعمله سريع سريع عشان خاطر ايه افطر. لازم تقلبيه وتدمجيه كويس قوي. جبت عندي كده البولات ودهنتها اهي. انا بدهنها سمنه فلاحي عشان تديهم نكهه كده وطعم. ونبدا كل بوله موجوده عندك هتحطي فيها 3 معالق. هملاهم كلهم وهوريه لكم في الاخر. تعالوا بصوا كده معايا اهو، بسم الله ما شاء الله، العيش الكايزر بتاعنا اهو خلص. هنبدا بقى تحطي فوطه كده وتقلبيه عليه، تخبطي كده يروح نازل. وده كده ايه العيش الكايزر بتاعنا. ولازم تسيبيه على فوطه كده شويه يهدى. هنعمل كله كده بنفس الطريقه. يلا تعالوا معايا كده شوفوا العيش الكايزر بسم الله ما شاء الله بعد ما خلص جميل جدا وخطير، والشكل بتاعه والطعم بتاعه تحفه. بصوا بقى كده اهو. انا ايه حبيت اوريه لكم من على الظهر ومن على الوش. شايفين؟ لازم تحطيه كده على فوطه لغايه ما يهدى معاكي، وبعدين بقى تفتحيه وتعمليه سندوتش عادي جميل جدا وسريع، ما ياخدش معاكي 7 دقايق يكون طالع عندك بالطريقه اللي انت شايفاها دي. لان خبز العدس بيطول شويه في السوا. صباحكم زي الفل.